بتحكي سيدة وبتقول إن جوزها كان بيتقاضى مرتب قليل في الأزمة الاقتصادية، وكان أحيانا بيتحرم من المرتب ده بسبب غيابه الكتير بسبب مرضه. وكان ليهم 5 من الأبناء كانوا بيصرفوا عليهم، فلجأت إن هي تنظف في البيوت عشان تقدر تجيب فلوس تعيش بيها هي وأسرتها. وكانوا مديونين للبقال، لكل الناس اللي حواليهم مديونين لهم بالفلوس، لدرجة ان هم باعوا بيتهم وقعدوا في الإيجار عشان يقدروا يوفوا بالتزاماتهم، ومع ذلك برضو ما زالوا مديونين. في يوم البقال اتهم ابنها انه سرق منه أكل. من هول الصدمة راحت تستجوب ابنها، قال لها أنا ماما ما سرقتش حد، وفضل يعيط. فضلت سرحانة بخيالها وابتدت ان هي تتعب نفسيا بسبب اللي بيحصل ده. قامت في يوم قالت أنا حسيت بالجنون. في يوم صحيت